فنان كاظم الساهر، يعني أنا واحد من الناس أدعم أنه كاظم يجي البصرة، وعملت أن كاظم يجي البصرة. عملت حقيقة مع الشاعر الكبير كريم العراقي. يعني رحتك دبي صحيحة على لا، رحت دبي. أنا أقول لك، تسمع مني. يلا. أصلا أنا رحت الخميس العصر وتواصلت مع الشاعر، كنت متواصل وياه تليفونيا، لكن حرصت أن أتواصل ويا كريم على أن ممكن إذا كان كاظم دبي ألتقي به. فمع الأسف رحت ما شفت كاظم، كان رايح بيروت، أنت تعرف رأس السنة واحتفالات وإلى آخره. وحكيت ويا كريم كثير أنه نعمل أنه شلون نجيب كاظم إلى العراق. هذه أكبر بوابة ممكن أن يرجع كاظم إلى العراق. البعض مع الأسف أنت شايف الفضاء مفتوح والسوشيال ميديا وإلى آخره، واحد يقول لا، واحد يقول إيه، واحد إلى آخره، لكنه أنا أعمل أنه كاظم يجي العراق. بالنتيجة كاظم نجم عالمي، بالنتيجة عربي يعني. بالنتيجة كاظم مالتنا. أيوه. خلينا نحكي صراحة. هسه البعض يسمعه، البعض يريده ما يريده، بالنتيجة كاظم مالتنا احنا كعراقيين. كاظم ابننا، ابن هذا البلد. كاظم قد خرج من البلد في ظروف معينة. الآن احنا اليوم إذا ما نجمع كاظم وما نجمع أسعد وما نجمع كريم وما نجمع مدري إيش وما نجمع فلانة وفلتان في هيك مناسبة، أنا أقول إذا حضر كاظم فهو إضافة، وإضافة كبيرة للبطولة. وإذا ما حضر كاظم البطولة ما راح توقف. لا، ما راح توقف، ولا راح ينقص شيء من كاظم، حتى نكون واضحين. لكنه وما صار تواصل مباشر بينك وبينه؟ لا، مباشر ما تواصلنا. أنا تواصلت مع مدير مكتبه واكو بيناتنا تواصل. انا ما قاطع الامل لهاي اللحظه اللي انا وياك بيها. يمكن انا تواصلت اليوم ويا مدير مكتبه ايضا، وعندي تواصل غدا قد يكون ويا كاظم شخصيا. عنده ظروفها الخاصه وانا اقدرها. انا اقول لك يا، انا اليوم كمسؤول عراقي، كمواطن عراقي، كابن هاي المدينه، يهمني ان تنجح هاي البطوله. عندي يعني امل كبير انه كاظم يحضر، واذا حضر فهو بين اهله وبين ناسه وبين بلده، يعني ما يحتاج واحد. هو مو ضيف، هو ابن البلد. طبعا هو ابن البلد، وبغض النظر عن اذا ما حضر فهو اكيد عنده ظروفه الخاصه وانا اقدرها. هذا الشيء. اليوم انا يجوز انا بالبطوله ما موجود، ما اعرف، يعني يجوز يصير عندي في ظرف معين اثناء افتتاح البطوله يحتم عليه ما اقدر اجي، خلاص. بالنتيجه مو معناها خنت البطوله او خنت البلد. يعني ان شاء الله انه البطوله تكون ناجحه بوجود كاظم، راح تكون انجح. لكنه اذا ما حضر كاظم هم البطوله تستمر وناجحه ان شاء الله. اكيد، لكنه لحد هاي اللحظه لا اي ولا لا. ماكو شيء اسمه لا. تنطينا نسبه مئويه 50 70؟ والله علمتني الحياه 1% ممكن يكون يتحقق، ومرات 99% ممكن ما تتحقق.